شكرا. اختاروا كلمه صغيره. الحقيقه انا كنت مقرر من البدايه انه ودي واقع يعني انه صعب الشاي يا فندم. وسط هذه المنصه وهذه القامات، لانه الحقيقه صعب جدا، يعني صعب الواحد هو يتكلم وسط ناس عندهم هذه الخبرات الادبيه والفنيه رفيعه جدا. لكن يعني خلينا اغير رايي دلوقتي، هو كلمه الاستاذه نوال الحقيقه. فانا بتراجع عن القرار اللي انا كنت خدته، وضروري اقول كلمه بسيطه وسريعه. الاستاذه نوال هي شعله من النشاط، هي لوكوموتيف، بنسميها لوكوموتيف زي القاطره اللي بتشد بقيه ترين القطر مش القطر، ايوه في الاول ده في كل حاجه، اللي فيه بنسميه في المخ وفي العضلات الاثنين، يعني القاطره في علم الاداره بنقول المخ والعضلات مع بعض في هذه القاطره، لان هي بتشد الباقي بمنتهى السهوله ومنتهى النعومه، وفي نفس الوقت بتحافظ على التوازن ما بين العربات الاخرى، وده موضوع مش سهل نهائي. علم الاداره موضوع مش سهل، لانه التاريخ بتاعها انا ما اقدرش اتكلم عنه لانه كبير جدا، محتاجين ساعات ان احنا نتحدث فيه. لكن الجانب الانساني اللي انا لمسته عند الاستاذه نوال يخلي اي انسان في الدنيا مهما كانت توجهاته انه يخضع للطريق اللي هي بترسمها، وده شيء انا بقول ان انا شفته بنفسي وجربته بنفسي بشكل واقعي وحقيقي. شكرا.